مغربنا أخيرا كيتنفس والسدود رجعت للحياة. شنو واقع وشنو غادي يجري من بعد؟ خليك معنا وغنقول لك كلشي بالتفصيل. بعد التساقطات الأخيرة اللي دازت على بلادنا بزاف ديال الناس قالوا واه كاين الخير هاد العام، والحقيقة أن السدود المغربية فعلا تتنفس من جديد وكترجع لها الروح بشكل ما كانش متوقع. الأمطار اللي طلعت مؤخرا ما كانتش غير شوية ديال الشتا، لا لا، كانت بحال واحد الإنعاش الطبيعي اللي عطى دفعة قوية لمخزون المياه في المملكة. المعطيات الرسمية كتقول باللي مجموع الواردات المائية وصل لأكثر من 5 الملايير و230 مليون متر مكعب، رقم كبير بزاف وخلى نسبة الملء للسدود تطلع ل 31.20%، بعد ما كانت غير 29.30% في هذا الوقت من العام اللي فات. زيادة باينة، ولكن الأهم هي أنها كتبين أن الوضع كيتحسن فعلا إن شاء الله. دابا خليني نهضر لك على نجم هذه الحلقة وهو سد الوحدة. هاد السد ماشي غير كبير، راه أكبر سد في المغرب وثاني أكبر سد في إفريقيا كاملة، وها هو اليوم كيعطي الإشارة أنه رجع واقف على رجليه. نسبة الملء ديالو طلعت ل 41.85%، يعني قريب المليار و474 مليون متر مكعب ديال الماء، من أصل طاقة استيعابية توصل 3 الملايير و522 مليون متر مكعب. واش هذا الشيء كنعتبروه شوية؟ حنا لا، لأنه بالنسبة لسنوات الجفاف اللي دازت هاد الأرقام فعلا كتعطينا التفاؤل. شنو يعني هاد التحسن للمغاربة؟ هاد الزيادة في المياه تعني بزاف ديال الأمور. الفلاحة غادي تحسن إن شاء الله، الضغط على الماء الشروب غادي يخف، والآفاق ديال الموسم المائي ولا تحسن بزاف، والمهم المغاربة رجع ليهم داك الأمل اللي كان ناقص. في الختام، بعد التساقطات الأخيرة توقعات إيجابية، والسدود واخا مازال خاصة بزاف رجعات كتورينا بادرة خير. وهادشي كامل يخلي سؤال واحد يدور في البال: واش فعلا دخلنا في مرحلة انفراج مائي؟ الأيام الجاية غادي تبين، وطبعا غنبقى نجيب لكم آخر المستجدات بطريقتنا المعهودة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.